السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل حاجات المدارس الحلوة اللي بنعملها المفيدة اللي مش مكلفة. معايا نص كيلو دقيق ومعلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر وبيضة، ومعلقة كبيرة خل، وربع كوباية زيت، وكوباية لبن حليب دافي طبعا. هنبدأ نضيف المكونات كلها ما عدا البيكنج باودر والدقيق. حطينا معلقة كبيرة خل، وربع كوباية زيت نباتي، ومعلقتين كبار سكر، وكوباية اللبن والبيضة، ونرب كل المكونات دي كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر والخميرة دابوا، واسيبهم شوية على جنب لحد ما اتأكد ان الخميرة تفاعلت مع المكونات كلها. ساعتها اقدر الخبط البيكنج باودر على الدقيق واخلطهم على الخليط السائل اللي انا عملته. تمام. احنا هنعمل ميني كراسون حلو جدا، ممكن يبقى حلو ممكن يبقى حادق. اقدر احشي مربى، احشي كراميل، احشي شوكولاته، ممكن جبنه بيضه، ممكن جبنه رومي، زي ما انا عايزه. تمام. انا هنا اتاكدت ان الخميره شغاله كويس، لخبطت البيكنج باودر على الدقيق، وهبدا اخلطهم على العجين بتاعي واعجن كويس جدا. لازم اعجن العجينه دي لحد ما تبقى ناعمه قوي وتبقى مطاطه وما بتلزقش في الايد خالص. هديها وقتها في العجين من 7 ل10 دقايق تقريبا. ما استعجلش ان انا ازود الميه. العجينه اول ما احطها هحس ان هي بتلزق، احطها قدامي على السطح اللي قدامي ده وابدا اعجن كويس جدا. بصوا، فضلت وراها لحد ما بقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ما رضيتش استخدم العجان المره دي عشان اوريكم ان الواحد ممكن يشتغل بايديه، بس الموضوع بياخد شويه جهد بسيط. اسيبها بقى تخمر لمده ساعه وارجع لها لما حجمها يتضاعف. تمام. بعد ساعة كانت هي دي النتيجة، خمرت كويس جدا. هبدأ بقى اهبطها واطلعها واقسمها ل4 كور متساوية، واسيبها 10 دقايق كمان ترتاح. انا هعمل هنا بالجبنة الرومي وبالشوكولاتة، بس انا مش هحشيها شوكولاتة، لان مهما حشينا اي مخبوزات بالشوكولاتة بحس ان هي بتطلع منها ومتبقاش حلوة. فانا هحشيها بالجبنة الرومي وهسوي الباقي فاضيين، ولما تطلع هوريكم هعمل ايه. سبتها اهو 10 دقايق ترتاح التاني، عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بمنتهى السهولة، والعجينة ما بتلزقش خالص وماسكة نفسها. هفردها بسمك رفيع جدا، غالبا نص سنتي، داير ما يدور افرد نص دايرة والف كمان عشان اتأكد ان هي هتطلع في الاخر دايرة متساوية. هنا انا حسيت ان الدقيق اللي تحت كتير شوية، نفضته من العجين وفردت تاني لحد ما وصلت للسمك اللي انا محتاجاه، وهوريهولكوا دلوقتي قد ايه. بصوا الدايره طلعت قد بعضها ازاي، سمك رفيع جدا. تمام. هنا انا معايا مسطره نضيفه بتاعه الاكل طبعا، بحدد بيها حجم القطع اللي انا عايزاه، عشان ايدي وانا شغاله بقطع بالسكينه ما توربش يمين او شمال، او اقدر اتحكم ان القطع كلها قد بعض. فانا بحدد كده بالمسطره، وبعدين هرجع امشي عليها بالسكينه عشان اقطعهم كلهم متساويين قد بعض، عشان ما يطلعش واحده حجمها كبير واحده حجمها صغير، وعشان في السوا ياخدوا سوا بعض. تمام. هعمل الدايره كلها على نفس المقاس ده، وبعدين هبدا اهو بالسكينه اقطع. طب انا ليه ما عملتش دايره كبيره قوي وقطعت كله مره واحده؟ عشان انا عايزه اعمل ميني كراسون، فعايزه حجمها يبقى صغير. جبنه رومي اهي انا بشرتها، ودي الجناش الشوكولاته اللي قلتلكوا عليه. هبدأ ارص الجبنة الرومي على الحرف بتاع العجين زي ما انتوا شايفين. خلصت اهو، اضغط بقى على الجبنة والف. بصوا كده، اتفرجوا معايا، قربوا اهو، بلف الف وانا ما خلصتهاش من النص. بصوا زي ما انتوا شايفين، عشان اقدر اشد العجين والف زي ما انا عايزه. هوريكم واحده كمان، اشد شد اهو واضغط على الجبنه وابدا الف. ميني كرواسون تحفه، حجمها طبعا صغير جدا، لكن لما تخمر هتزيد شويه عن كده زي ما هتشوفوا في الاخر. هخلص الكميه كلها على كده، وهعمل الباقي كمان فاضي زي ما قلت لكم.
لما خمر زي ما انتوا شايفين كويس جدا، كنت انا ولعت الفرن على درجة حرارة 220 وسايباه سخن جدا. هدهن الوش بتاعها باللبن. اللبن بيدي لون حلو وما بيديش زفارة البيض اللي الناس بتتضايق منها ساعات. وممكن ارش مية بسكر، ادوبهم كويس جدا وارشهم. المية بسكر برضو هتخليها بتلمع وحلوة. هدخلها الفرن، هتقعد ربع ساعة لتلت ساعة تقريبا، واطلعها اغطيها بسرعة جدا واسيبها تطلع شكلها تحفة زي ما انتوا شايفين كده، مستوية كويس جدا. لو حسيت ان هي ماسكة في الصاج حاجة بسيطة، احاول بالراحة اطلعها بعد ما كانت بقى طريت وسواها حلوة قوي زي ما انتوا شايفين. تمام، دي اللي هي فاضية من جوه مش محشية. هعمل ايه؟ هجيب سرنجة اللي كنا عملنا بيها الديك الرومي قبل كده زي ما انتوا شفتوها، وهحط فيها شوكولاتة. تمام، وبقمع زي ده هبدأ اعمل فتحات صغيرة من ورا واحشيها شوكولاتة زي ما انا عايزة. كده هضمن ان الشوكولاتة مش هتنشف، مش هتسيح، مش هتطلع من بره. وبصوا بقى الجمال والحلاوة، مليان شوكولاتة، طري وتحفة، وبألف هنا وشفا. بصوا الكمية دي كلها طلعت من نص كيلو دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير.